محمد الضوي كريستو. اللاعب ده لاعب النجم الساحلي، عنده 19 سنة. الأهلي خلاص بيخلص معاه مقابل 200 ألف دولار زائد الاستغناء عن فلوس سليماني كوليبالي. الحقيقة اللاعب ده أنا دخلت جروبات كتير تونسية بيعيطوا مش عايزين يسيبوا اللاعب ده خالص. شارك في 6 مباريات في الموسم ده، أحرز 6 أهداف و2 أسيست. بصراحة أنا بتفائل بالصفقات بتاعة تونس دي، واللينا في معلول يعني حببنا في تونس باللي فيها. دلوقتي كل الاخبار عن انتقال احمد رفعت للاهلي كلها دي اخبار مش حقيقيه. اللاعب مكمل مع الوحده، بعد كده هيرجع لفيوتشر لو نادي الوحده ما اشتراهوش. كل الاخبار عن انتقاله للاهلي دي اخبار غير صحيحه. النهارده باذن الله الجمعه اكرم توفيق هيجري عمليه الرباط الصليبي، اللي هو نتمنى يا رب ان هو يرجع بسرعه ويرجع احسن من الاول. رابع حاجة معانا بقى إصابة مصطفى شوبير بالتواء في الركبة امبارح. ربنا يستر، هو اللاعب عمل أشعة وجاري تشخيص الحالة ومدة العلاج، إن شاء الله تكون سليمة. وكنا بنطالب إن مصطفى شوبير يشارك، لكن ده قدر ربنا، إن شاء الله تيجي سليمة. موجود يسد في علي لطفي وفي شناوي، نتمنى إن هو يراجع نفسه وإن شاء الله أداؤه يتحسن. آخر حاجة بقى، إحنا المباراة الجاية يوم الاثنين مع بيراميدز. مباراة هتبقى صعبة جدا جدا جدا. دي هتكون في بداية السنة، وإن شاء الله هتكون بداية دفعة معنوية بالفوز على بيراميدز إن شاء الله. مع اني يعني تفائلوا بالخير تجدوه، بس انا مش متفائل خالص ببيراميدز في الوقت ده بالذات. لكن خلينا نشوف، الاهلي عودنا ان مفيش مستحيل، ربنا يستر. زي ما احنا عارفين اخر 5 مباريات بين بيراميدز والاهلي كانوا 3 تعادل و1 فوز للاهلي و1 فوز لبيراميدز. فوزنا عليهم 3-0 وفازوا علينا اخر مباراة 2-0. بيراميدز طبعا فريق كبير مليان نجوم وماشي بشكل كويس قوي في الدوري، غلب من الداخلية بس. فان شاء الله ده يكون امل ان احنا ان شاء الله نقدر نفوز عليه باذن الله. اتمنى اللاعبين يراجعوا نفسهم، وان شاء الله وان شاء الله تكون بداية سنة جديدة علينا خير بإذن الله، وبتبدأ ببداية فوز على بيراميدز، عشان لسه ورانا حاجات كتير. وان شاء الله الانتقالات تبدأ، وان شاء الله الفريق يدعم بصفقات كويسة. نسأل الله التوفيق وجمعتكم مباركة.